فيلمنا النهاردة بيبدأ براجل مسن اسمه سونج شيل، بيصحى كل يوم الصبح يفطر بخناقتين 3 مع الجيران، ومش بيهداله بال غير لما يهزق أي حد. وفي يوم من الأيام بيصحى يلاقي الجماعة بتوع محل الورد اللي قدامه سادين الطريق، فبيقف يتخانق معاهم وبيقول لهم شيلوا الزبالة دي من هنا ياض انت وهو. وفي وسط الخناقة بيلاقي البنت الصغيرة دي جاية تقوله تعالى نلعب، وأمها بتيجي تشدها من قدامه بسرعة قبل ما ياكلها. ولما بيلاقي 2 طلاب ماشيين في الشارع بيتخانق معاهم هم كمان، وبيقول لهم انتوا مش في المدرسة ليه يا فشلة. المهم انه بيسيبهم وبيكمل طريقه للشغل، واول ما بيعدي من قدام الحاج ده بيفضل يقول له يا اهلا بالقوات البحرية اللي منورة الدنيا. وساعتها اعصابه بتهدى شوية وبيمشي في الطريق عادي، بس بيلاقي واحد جايب عربية وراه وعمال يزمر له عشان سادد الطريق، فبيعاند معاه اكتر وبيفضل ماشي قدامه بالراحة جدا عشان يحرق دمه. والحمد لله بيوصل للمحل اللي هو شغال فيه اخيرا بدون اي خسائر في الارواح، وبيبقى واضح عليه انه بيحب المحل ده جدا وبيشتغل فيه بكل طاقته. وبعد شوية رئيس جنج بيبعت له عشان يتكلم معاه شوية، لان هو الوحيد اللي معترض على خطة التطوير بتاع المنطقة، والفرصة هتضيع من ايدهم بسببه. وكالعادة مش بيقتنع بكلامه وبيقول له انا راجل قديم وبحب اعيش في الاماكن القديمة. فبيروح جنج يقعد مع اصحابه وهو متضايق جدا ومش عارف يعمل ايه، وما بيكونش فيه قدامه غير الصبر لحد ما ياخد منه الختم بالتراضي ويخليه يوافق على بيع البيت. وفي يوم بيصحى عمنا سونج يعمل تمارينه وياخد فيتاميناته، وبيتفاجئ ان في حد عامل له حلة رز، فبيجري يتصل بالشرطة بسرعة وبيقول لهم في حرامي عندي في البيت بيجي وانا نايم يعمل رز. فبيقول له الضابط خلاص يا حاج المرة الجاية ابقى اعزمه على الغدا والعبوا طاولة مع بعض، انت جاي تتسلى علينا ولا ايه؟ سلام يا حاج. وفي الشارع بيبقى المستثمر لامم سكان الحي وقاعد يعشمهم بالحاجات اللي هيعملها في خطة التطوير، وهم بيحلموا بحمامات السباحة والشقق الواسعة وهم واقفين. فبيجي عمنا سونج يقطع أحلامهم وبياخد محول الكهرباء وبيمشي. وبعد شوية بيروح يقعد مع الحاج تشوي وبيفضل يزعق ويحكي له إن العيال الصغيرة دي عايزة تدمر الحي باللي فيه، وهو قاعد أصلا مشغول في الفطيرة اللي في إيده دي ومش سامع هو بيقول إيه، وبيقعد يغني أغنية البحارة اللي كانوا بيغنوها زمان. وفي آخر الشهر كده بيقوم سونج يروح الشغل كالعادة وبينسى إن النهاردة يوم الأجازة أصلا. فبيجي جانجي يقول له إحنا رايحين نلعب كورة، إيه رأيك تيجي معانا؟ فبيقولوا لما انتوا رايحين تلعبوا انا هاجي معاكم اعمل لكم ايه. المهم انه بيروح في الاخر وبيقف يشجع وهو متحمس جدا، ولما الكوره بتيجي عنده بيشوطها وبيجيبها في الجون على طول. ولما بيرجع على البيت بيتفاجئ ان في واحده طالعه من جوه، واول ما بتشوفه بتتخض جدا، فبيجرجرها من قفاها على الاسم وبيقول للظابط اهي الحراميه بتاعت الرز اللي قلتلك عليها وانت ما صدقتنيش. وبيفضل يتخانق معاها ويقول لها انت جايه تسرقيني ليه. فبيجري الظباط يحوشوا ما بينهم وبيقولوا له يا عم هو حد لاقي حرامي يدخل يطبخ له كل يوم؟ يا ريتني كنت انا يا سيدي. وبعد شويه بنت السيده مين بتيجي تاخدها عشان يرجعوا على البيت، ولما بيوصلوا عند السكن بتاعهم بتقول له اعتذر لي دلوقتي عشان ننهي الموضوع ده، انا دخلت بيتك لما لقيت الباب مفتوح وانت مش بترد، فاضطريت ادخل اشوفك لحسن يكون جرالك حاجه وانت عايش لوحدك. يلا بقى هستناك تعزمني على العشاء واعتبر ده هو الاعتذار. وتاني يوم الصبح بيلاقي في حد عمال يخبط عليه، فبيطلع يفتح الباب وهو متضايق جدا وبيقول لها فيها يا بنت انت ايه الازعاج ده؟ فبتقول له ازيك يا عم سونج، انا من مكتب رعايه كبار السن ووظيفتنا اننا نزور الناس اللي فوق ال 65 سنه عشان نطمن عليهم. فبيقول لها جايه تشوفيني لسه عايش ولا مت يعني؟ ايش يا بت انت من هنا، مش عايز ازعاج. فبتحاول تتكلم معاه وبتقول له اصل الحاج تشوي جراله حاجه كده، بس هو مش بيديها فرصه تتكلم وبيقول لها هيكون جراله ايه يعني، وقع في علاقه غراميه مثلا، وبيقفل الباب في وشها وبيدخل على جوه. بس بعد شويه بيعرف انه توفى، فبيروح على الجنازه بتاعته وهو حزين جدا وبياخد له اللبن والفطير اللي كان بيحبهم وهو عايش، وبيفضل قاعد في ركن الأوضة يغني أغنية البحارة مع نفسه. وبعد كام يوم كده بيبقى ماشي في الشارع وبيشوف الحاجة نيم واقفة ترتب في المحل هي وبنتها، فبيجري يستخبى ورا العمود بسرعة عشان يراقبها من بعيد. بعد كده بيستوعب اللي بيجرى وبيقول لنفسه ايه اللي انت بتعمله ده. ولما بيرجع البيت بالليل عشان ينام بيلاقيها جاية تفكره إنه لسه ما عزمهاش على العشاء وبترجع على بيتها. فبيروح على جنج بسرعة وبيقول له أنا عندي مقابلة اعتذار على العشاء وعايزك تساعدني. فبيقول له ماشي، بس الاعتذار ده مش من طبعك يعني، انت واقع في حب الحاجة نيم ولا ايه؟ فبيتضايق منه جدا وبيقول له مش عايز حاجة خلاص انا ماشي. فبيقول له خلاص يا عم الحاج انا بهزر معاك ما تزعلش وهساعدك في كل اللي انت عايزه ولا يهمك. وقبل ما يمشي بيأكد عليه إن الموضوع ده يفضل سر بينهم لأنه راجل مقاتل ولو الموضوع انتشر هيبقى شكله وحش،
فبيقول له عيب عليك يا عم سونج، سرك في بير. وتاني يوم بياخده على المطعم وبيقعد يحفظه كل الحاجات اللي المفروض يعملها، وهو بيسجل وراه أول بأول عشان ما ينساش أي حاجة. وبياخده بعد كده يوديه عند الترزي عشان يشوف له بدلة حلوة كده. ولحسن الحظ إنه بيلاقي واحدة على مقاسه بالظبط، كأنها اتعملت مخصوص علشانه. وجانج بيقول له أنا كنت عاملها لأبويا في عيد ميلاده اللي فات ومرضيش ياخدها، بس ما شاء الله جاية على مقاسك بالظبط. وبعد ما بيظبط كل الأمور بيروح يسيب لها كارت الدعوة قدام المحل وبيقول لها تقابلوا الساعة 7 عشان يروحوا على المطعم مع بعض. وأول ما بيشوفها بيبقى منبهر بيها جدا، بس بيتكسف يقول لها شكلك حلو. وفي المطعم بيبقى حريص جدا إنه ينفذ كلام جانج بالحرف عشان يظهر بصورة كويسة والحاجة نيم تعجب بيه. ولما بيروح الشغل تاني يوم بيلاقي الناس كلها عمالة تتكلم في الموبايل، فبيروح يقول لجانج أنا عايز واحد من ده. فبيقول له أيوة كده، لازم تواكب التكنولوجيا الحديثة عشان تكسب قلب الست، يلا روح عدي عليها بقى واديها رقمك. فبيقول له ست ايه يا مجنون، انت فاكرني صغير ولا ايه؟ وبيسيبه وبيروح يشرب معاها الشاي، وبيعمل نفسه جاله اتصال عشان يعرفها يعني انه بقى معاه تليفون، وبتطلب منه الرقم من غير ما هو يقول لها. واثناء ما هو قاعد هناك بيلاقي الحي كله واقف يتفرج عليه من ورا الازاز. وفي الايام اللي بعد كده بيفضل يبعت لها رسائل طول النهار، وسكان الحي كله بيساعدوا عم سونج عشان يقرب من الحاجة نيم، وبيقعدوا كلهم يحفظوه المفروض يعمل ايه بالظبط، وبيخلوه يخرج معاها في اماكن جديده. ولما بتطلب منه يروحوا الملاهي بيقول لها انت بتعملي فيا كده ليه، انا راجل كبير. فبتقول له ما انا كمان اول مره اركب المراجيح وكان نفسي اركبها مره واحده على الاقل، بس لما بتخرج من اللعبه بتبقى تعبانه جدا وبتفضل ترجع. وبتطلب من سونج يغني لها اغنيه حلوه وهو واقف بره كده عشان يونسها لحد ما تخرج. في الأول بيبقى رافض يغني وبيقول لها لا طبعا عيب جدا، بس بعد كده بيغير رأيه وبيقف يغني لها. ولما بترجع نيم للبيت بتبقى تعبانة جدا ومش قادرة تقف على حيلها، فبتيجي بنتها تتكلم معاها وبتقول لها افرضي كان حصل لك حاجة وانتي بره. فبتقول لها يا بنتي احنا عارفين ان اللي هنعمله دلوقتي مش هيجيلنا الفرصة عشان نعمله تاني، فبنحاول ننبسط باليومين اللي باقيين لنا في الدنيا. وفي الوقت ده بيبقى سونج قاعد يشرب مع رئيس جانج، وبيفضل جانج يجرجره في الكلام ويقول له تلاقيك عايز تتجوز، وطبعا البيت القديم ده مش هينفع العروسة، انما بقى لو وافقت على التطوير هتلاقي الشقق الجميلة في كل مكان. بس هو بيبقى فايق له جدا وبيقول له انسى الموضوع ده يا حمادة وخليك في علبة السجاير اللي في ايدك. وبعد ما بيخلصوا قعدتهم مع بعض بيرجع سونج على البيت وبيلاقي بنت نيم مستنياه في الشارع، وبتقول له يا ريت من فضلك ما تقابلش امي مرة تانية وما تسألنيش عن السبب. فبيرجع على البيت وهو متضايق جدا وبيفضل طول الليل مش عارف ينام من التفكير. وتاني يوم الصبح بيشوف راجل غريب بنضارة خارج من عندهم، فبينشغل أكتر والموضوع بيكبر في دماغه. ولما بيرجع البيت بعد الشغل بيلاقي الحاجة نيم مستنياه وبتقوله إيه رأيك أعزمك أنا المرة دي في مطعم جامد جدا، هو بعيد شوية بس احنا هنمشي لحد هناك، ده المشي رياضة. فبيقول لها طيب ماشي بس ما تمشيش جنبي لحد ما نخرج من الحي عشان الأخصام. المهم إنها بتتوه في الآخر أصلا وما بتبقاش لاقية المحل اللي هي عايزاه، فبيقول لها تعالي ندخل أي مكان وخلاص بقى. بس طول ما هو قاعد ما بيبقاش عارف ينسى كلام بنتها، وده بيخليه متعصب جدا من غير سبب. ومع أول فرصة بتجيله للخناق بيلاقي نفسه ماسك في رقبة سواق الأتوبيس عشان نيم قالت له مساء الخير وهو ما ردش عليها، وبيفضلوا الاتنين ياكلوا ببعض زي الديوك لحد ما نيم بتتخنق منهم هما الاتنين وبتقول لهم والله ما انا راكبه الأتوبيس ده خالص. فبينزل سونج وراها وبيقول لها ايه رأيك فيا بقى، غلبته ولا ما غلبتوش؟ فبتقول له غلبته ايه وما غلبتوش ايه، هو ايه اصلا اللي مخليك تتصرف مع الناس بالاسلوب الوحش ده، انت مجبر انك تخرج معايا ولا ايه؟ فبيتعصب عليها جدا وبيفضل يزعق ويقول لها ايوه مجبر، انا فضلت عايش لوحدي طول عمري لحد ما انت ظهرتي وشقلبتي حياتي وانا ما ينفعش احب في السن ده خالص. فبتقول له خلاص خليك عايش لوحدك زي ما كنت وانا همشي من حياتك خالص. فبيمشي يكلم نفسه طول الطريق وبيفضل يتخانق مع أي اتنين قاعدين مع بعض. وتاني يوم في الشغل كل ما بيشوف اتنين واقفين في المحل يروح يعدي ما بينهم ويبصلهم بقرف. وبعد شوية بيجي تشونج جري وبيقول له الحق يا عم سونج انت طالع ترند والخناقة بتاعتك في الأتوبيس نازلة في كل مكان، يعني فضيحتك بقت بجلاجل انت بالحاجة نيم. فبيقول له يلا ياض يا عبيط انت من هنا، ده انا كنت بدافع عنها لما السواق ضايقها وبس. وأثناء ما هم واقفين بيجي جانج بسلة عنب وبيقول لسونج ودي دول لسيدة الأزهار
عشان بتحب العنب جدا. فبيقوله طب وانا مالي، ما تروح انت توديه، انت مكسح ولا ايه؟ بس بعد كده بيغير رأيه وبيروح هو عشان يصالحها، وبيفضل يقول لها انا عارف ان مزاجي متقلب ومش ببتسم كتير، بس انا فعلا ما كانش قصدي اسيء التصرف وانت معايا. فبتقوله خلاص انا هعتبر العنب ده عربون محبة وهديك فرصة تانية. وبيروحوا هما الاتنين على دروس الرقص، وسكان الحي كلهم بيتجمعوا عشان يتكلموا قدامه على مشروع التطوير. يمكن قلبه يحن بقى ويوافق، بس القعدة بتقلب بخناق لما دانج بيكتشف بالصدفة ان بنته بتشرب سجاير، وان هي اللي كانت بتسرق سجايره طول الوقت. وعشان الموضوع يتلم، سونج بيقوله يا عم العلبة دي بتاعتي ووقعت مني. فدانج بيقوله يا عم سونج انت مش بتدخن اصلا، صباح الفل. ولما بيرجع سونج على البيت بيلاقي تليفونه عمال يرن، فبيتوقع انها تبقى نم لانه مش مدي رقمه لاي حد تاني. بس بيتفاجئ ان الاتصال من محل النضارات، لانه راح من 4 ايام وطلب منهم نضارة والمفروض انه يستلمها النهارده. بس هو نسي الحوار ده كله، وكان بيقول للراجل النمرة غلط اصلا. وبعد شوية كده بيشوف نم وهي عمالة تتخانق مع الراجل ابو نضارة، وصوتهم عالي جدا، بس ما بيرضاش يتدخل عشان ما تزعلش منه تاني، وبيرجع على بيته من سكات. وبعد شوية هي اللي بتيجي تخبط عليه وبتقوله انا لقيت شوية سمك طازة في السوق فقلت اجيبهم لك. وبتدخل عشان تحضر له العشاء، بس هي في الحقيقة مش جاية عشان كده خالص، دي جاية تقنعه ان البيت ده بقى قديم ومتعب. وبتقوله انها سايباله كتاب خطة التطوير عشان يبقى يبص عليه. وتاني يوم بيبقى شغال في السوبر ماركت كالعادة، وبيلاقي تشونج جاي عليه وبيقوله انت بتعمل ايه هنا؟ اجري على البوفيه بسرعة، النهارده عيد ميلاد نم، انت نسيت تاني ولا ايه؟ وبياخده على العيد ميلاد بسرعة وهو بلبس الشغل. ولما بيوصل هناك بيشوف الراجل ابو نضارة موجود معاهم، فبيتضايق جدا وبيبقى عايز يمشي، بس نم بتمسك فيه وبتقوله انت لسه ما قعدتش، خليك معانا شوية. فبيدخل يقعد معاهم وهو متضايق ومش مرتاح. وبعد شوية كده بيلاحظ ان نم مختفية، فبيقعد يدور عليها بعينه لحد ما بيلاقيها واقفة بره مع الراجل ابو نضارة وشكلهم كده بيتخانقوا. فبيطلع يمسك في خناقه بعد انتهاء الحفلة وبيقوله عايز منها كام وتسيبها في حالها، مش مكسوف من نفسك وانت جاي تطلب من مراتك فلوس بعد ما هجرتها السنين دي كلها؟ فبيقوله انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه بالظبط، مراتي مين يا حاج سونج؟ ولما بيلاقي الناس اتلمت عليه والموضوع بيكبر بيسيبهم وبيمشي وهو محرج جدا. وبيفضل قاعد لوحده في الشارع لحد ما نيم بتدور عليه وبتفهمه ان الراجل ده مش جوزها ولا حاجة، ده اخو جوزها الصغير، وكان جاي يكلمها على تكاليف المستشفى بتاع حد عيان في العيلة. وبتقوله انت بقى زعلان كده ليه؟ انت غيران عليا؟ فبيقول لها لا طبعا غيران ايه، هو انا صغير على الكلام ده؟ وفجأة الدنيا بتبدأ تمطر، فبيجروا يستخبوا تحت تندة في الشارع، وبيديها النضارة اللي كان عاملها لها عشان تشوف كويس. وبيرجعوا الاتنين على البيت مع بعض، وبيقرر انه هيعزمها على العشاء وهو اللي هيعمله بنفسه. فبتروح تستناه في الصالة لحد ما يخلص، وبالصدفة وهي قاعدة هناك بتشوف ظرف مكتوب عليه أموال الجنازة، فبتقعد تعيط وبتفضل تعتذر له لأنه عايش لوحده وده أكيد موضوع صعب. فبيقول لها لا مفيش أي حاجة من دي، أنا كتبته من غير سبب، ما تزعليش نفسك. وتاني يوم بيروحوا مع بعض فرح حد من الجيران في الكنيسة، وسونج بيبقى حاسس إنه جه هنا قبل كده بس مش فاكر إمتى بالظبط. وبيفضل يلف في المكان وهو شريد الذهن، وبيبقى متخيل إن في فرح بيتعمل قدامه دلوقتي، لحد ما بيكتشف إن مفيش حد في المكان، واللي هو شايفه ده يا إما هلاوس يا إما ذكرى قديمة. وفي يوم بيبقى قاعد في البيت عادي جدا، وبيروح ناحية التلاجة عشان يشرب مية، وساعتها بيشوف ورقة على التلاجة متسجل فيها ميعاد نم اللي المفروض يقابلها في الجنينة يوم الاثنين الساعة 1 الظهر، والساعة دلوقتي 3. فبيطلع يجري على هناك بسرعة وبيلاقيها قاعدة مستنياه، فبيعتذر لها جدا على التأخير ده وبيقول لها معلش والله أنا نسيت الموضوع ده خالص. فبتقول له يا عم عادي، أنا كمان بنسى كتير وده أمر طبيعي في سننا ده، ولو أنت قلقان قوي يعني ممكن نروح المستشفى. فبيروحوا يعملوا شوية فحوصات كده، وبعد كام يوم الدكتور بيتصل بيه وبيقول له إنه كويس جدا وكل اللي عنده هي نسبة خرف بسيطة جدا وطبيعية جدا بالنسبة لسنه. بس كل الكلام ده مش بيبقى حقيقي أصلا، ونين هي اللي طلبت منه يقول له كده عشان يبقى مطمن. وعلى الناحية التانية بتبقى ليم خارجة من المستشفى وهي تعبانة جدا بس ما بترضاش تبين قدامه، وبتقوله احنا لازم نروح مهرجان الزهور مع بعض يوم السبت الجاي. وفي الوقت ده بيستغل جانج فرصة ان عمنا سونج مش في البيت، وبيستخدم المفتاح اللي معاه عشان يدخل يدور على الختم ويستخدمه في البيع من وراه. بس سونج بيوصل في الوقت المناسب وبيقوله انت بتعمل ايه بالختم بتاعي؟ فبيقوله معلش بقى انت خنقتنا بصراحة، واحنا لازم نلحق لجنة التطوير قبل ما يسيبوا الحي. فبيقع سونج على الارض وبيفضل يصرخ ويقوله لا ما تعملش كده يا ريس، ما توديش الحي كله في داهية. وبعد كام يوم بيحس ان نيمو وحشته جدا وبقالها كتير مختفية، فبينزل يبص عليها في المحل ومش بيلاقيها، وكل ما يرن عليها مش بترد.
فبيقعد قدام محل الورد بتاعها وهو زعلان جدا ومش عارف يوصلها ازاي، لحد ما بيلاقيها بعتاله رسالة إنها سافرت ومش هتعرف تتصل بيه حاليا. ولما بيروح ناحية السوبر ماركت بيلاقي الباب الحديد مقفول، مع إن النهاردة مش التلات ولا حاجة. فبيجي تشونج يقوله إن المحل مقفول لمدة 3 أيام من السبت للاثنين، وساعتها بيتفاجئ إن يوم السبت جه بسرعة كده. فبيروح بسرعة يركب الأتوبيس وبيطلب من السواق يوديه مهرجان الزهور، وبيفضل ماشي هناك على أمل إنه يقابل نيم زي ما كانوا متفقين، وبيفضل يدور عليها في وسط الناس لحد ما بينسى هو كان جاي هنا ليه أصلا. ولحسن الحظ إنه بيبقى كاتب ملاحظة عشان ما ينساش الميعاد وبيسيبها في البيت، وده بيخلي جانج يعرف مكانه وبيروح هناك يجيبه بالعربية. وفي الطريق بيديله الختم بتاعه وبيقوله أنا ما استخدمتوش في أي حاجة، وتقدر تديني بالقلم على وشي عشان أنا عيل مش متربي. بس هو بيبقى تايه في موضوع تاني وعمال يسأل عن مكان نيم، فبيحس جانج إنه عايز يعيط وبياخده على المستشفى اللي محجوزة فيها عشان يشوفها. وأول ما بنتهم بتشوفهم داخلين عليها بتستغرب جدا وبتقول لجانج هو إيه اللي بيحصل بالظبط. وفجأة بيجيلها انهيار وبتقول لهم أمي تعبانة جدا وممكن تروح فيها المرة دي، وبتفضل تعيط وهي بتقول لسونج أنا بنتك جونج، وده جانج ابنك مش رئيسك في الشغل، واللي نايمة جوه في الأوضة دي تبقى أمنا ومراتك كمان. فبيدخل جوه وهو مصدوم وبيفضل يدور عليها لحد ما بيشوفها وهي نايمة قدامه على السرير، وبيروح واقع على الأرض مغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه نايم في البيت وحفيدته بنت جانج قاعدة جنبه وبتاخده على المخزن عشان تفرجه على الصور العائلية بتاعتهم. فبيقعد يقلب في الألبوم وبيلاقي صور فرحه وصور ولاده وهم صغيرين، وصورتهم كمان يوم ما فتحوا السوبر ماركت اللي شغالين فيه دلوقتي. ده غير دفتر الذكريات بتاعه اللي بيبقى كاتب فيه أهم الأحداث في حياته، ومن ضمنهم ذكرى بترجع ل 2013 لما عرف إنه مصاب بالزهايمر لأول مرة، وكل يوم بينسى حاجة لحد ما بيلاقي نفسه تايه في الشارع اللي عاش فيه طول عمره. وبيتمنى إنه ما ينساش مراته أبدا، وإنه يفضل فاكرها وفاكر إنها مصابة بسرطان البنكرياس وحالتها متأخرة. وبيقف يغني لها الأغنية بتاعتهم وهي داخلة العمليات عشان ما تخافش وهي جوه. ومع مرور الأيام بيبدأ ينسى عياله، وبيجي أخوه الصغير يقول لهم ودوه دار مسنين، بس جونج بتفضل تعيط وبتقول له أمال إحنا لازمتنا إيه؟ ما إحنا موجودين عشان ناخد بالنا منه. وجاي بيتخانق معاه وبيقول له محدش هيراعي أبونا غيرنا مهما حصل، وهو بيبقى نايم جوه وسامع كل ده. فبيقرر إنه يخلص على نفسه وبيلحقوه على آخر لحظة. ولما بيروحوا المستشفى الدكتور بيقول لهم إنه مصدوم جدا بسبب مرض زوجته، وده خلاه معتقد إنه عايش لوحده ومش هيفتكر أي حد خالص، ودي آلية دفاع من المخ عشان ما يحسش إنه عالة على حد. وبسبب كده برضه سلوكه هيتغير جدا وهيبقى عنيف وعدواني، وأحسن حاجة يعملوها إنهم يخفوا من قدامه كل حاجة ممكن تفكره ومحدش يعرفه أبدا إن عنده زهايمر. وبنرجع بقى على المستشفى وبنشوف جانج وجونج وهم قاعدين يفتكروا ذكرياتهم القديمة ويعيطوا على اللي بيجرى لهم. وبعد شوية بيجي سونج مع حفيدته على المستشفى وبيدخل أوضة نيم على طول وبيقعد جنبها وهي نايمة، وبيفضل يحكي لها إنه راح مهرجان الزهور عشانها بس هي أجمل وردة شافها في حياته. وبيطلع بعد كده يتكلم مع جونج وبيقول لها انتي بنتي أنا عارف والله، بس صدقيني مش عارف أفتكرك مهما حاولت وضغطت على مخي. وبيعتذر لها وهو عمال يعيط وهي كمان بتعيط وجانج بيعيط وكلنا بنعيط. وبعد كام يوم بيجي المستثمر عشان يبلغهم إنه مش هيبدأ في تطوير الحي بتاعهم لأن في شخص رافض، وهيروح لحي تاني مفيهوش مشاكل وأهله متعاونين عشان يبدأ معاهم على طول. وبيسيبهم وبيمشي وهم واقفين زعلانين وأحلامهم بتتحطم قدام عينيهم. بس سونج بيجي جري من البيت وبيدي لابنه الختم عشان يعمل اللي هو عايزه، والحي كله بيطلع جري ورا المستثمر عشان يلحقوه. وفي البيت بتبقى جونج قاعدة تحط مكياج لأمها عشان هتخرج هي وأبوها مع بعض، وبياخدها على الكنيسة وبيديها خاتم هدية عشان تفتكروا بيه، وبيوصيها ما تعيطش عليه لو مات هو الأول. وبعد كام يوم بيكون سونج نسي كل حاجة تاني، ولما بيشوف نيم مش بيعرفها وبيقولها انت ساكنة هنا ولا ايه؟ فبتقوله أيوة، فبيقول لها خلاص بقى احنا لازم نتعرف بما اننا جيران. وبيفضل يفتكر في اسمه كتير جدا ومش بيقدر يفتكره، بس بيفتكر اول مرة شافها فيها من 50 سنة لما عرفها على نفسه وعرف ان اسمها جيون نيم، ومن ساعتها هو محتفظ بيه في ذاكرته ومش بينساه ابدا وبيفضل يناديها بيه. وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو اول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.